العديد من الكتاب المهمين حقيقة، والدول المهمة دول الخليج كلها، البحرين، قطر، السعودية، البحرين، قطر، السعودية، الإمارات، مصر، عمان، الأردن، العراق أكيد، وخصوصا المكان اللي حاطين به المكاتب العراقية مكان مميز جدا، وأيضا قريب من الجناح الأجنحة الكويتية. يعني هذا معناها أنه أكو تلاحم ومحبة ما بين البلدين، وهذا الشيء ممتع حقيقة، وهذا اللي حسيته بالتغيير هاي السنة عن السنوات اللي فاتت. أيضا في كتاب من لندن مشاركين، فحلو هذا المزيج والخليط ما بين كل البلدان. شخصيا أنا حقيقة اجيت وتعنيت حتى أشارك به، وهذه مو المرة الأولى. إن شاء الله الأيام المقبلة راح أصدر ديوان جديد مليء بالقصائد الحلوة، وأيضا شركة بلاتينيوم بوك مثل كل مرة راح تكون هي الراعية الرسمية لهذا الكتاب. ما يحتاج أقول لكم عن استقبال وحفاوة الاستقبال والاحترام من قبل أهلنا وأخواننا الكويتيين. يعني حقيقة إحنا ما حسينا إنه مسافرين، حاسين بين أهلنا وناسنا. شكرا على حسن الضيافة، شكرا على الكلام الجميل اللي نسمعه. حقيقة يعني فرحانين جدا بوجود كل عراقي، يعني مو فقط أني. ومثل هيك محافل حلوة نتمنى تكون بالعراق موجودة، ويكون معرض بغداد الدولي للكتاب يلم هذه النخبة الجميلة من كل بلدان الخليج، حتى تتشكل عندنا مزيج من الفواكه. القهوة الكويتية حاضرة أكيد بكل مكان، ما خلتنا ننام للصبح البارحة. قهوة فوق قهوة، احنا ما متعلمين على القهوة، حمسونا حمس، قهوة فوق قهوة، قاعدين لل5 الصبح أنا وأبو ناي. أنا أقول له إيش بيك ما تنام؟ هو يقول لي إيش بيش ما تنامين؟ قلت له بعد دلة كاملة احنا شاربين، ليش ما ننام؟ المفروض نجيب ويانا باليوم، والله بقينا سهرانين. شوفوا هذا الجناح مال بلاتينيوم بوك مالتنا اللي كل سنة حقيقة يبدعون في التغييرات. هذا المعرض كلش ازدحام، بس أنا مو أقدر أصور لكم، أخاف أكو عالم ما يقدرون يطلعون، عرفتوا؟ فتمنيت أسوي لكم تغطية في التغييرات. هذا المعرض كلش ازدحام، بس أنا مو أقدر أصور لكم، أخاف أكو عالم ما يقدرون يطلعون، عرفتوا؟ فتمنيت أسوي لكم تغطية، بس اللي لازمني شوية شوفة الناس، لازم أستأذن من الجميع. شوفوا يخبل سنة عن سنة هذا الجناح، قاعدين يبدعون بصراحة، ومختارين من أروع الكتاب اللي مشاركين بهذا المعرض. وجناح بلاتينيوم بوك من تنظيم، من ترتيب، ولا غلطة. يعني أنا صار لي أعرفهم تقريبا بال8 سنوات، ولا غلطة نهائيا، وهذا الحلو بيهم، ويوم عن يوم قاعد يطورون أكثر. وأرجع وأقول هذه دعوة لكل الناس بأن يقرون الكتاب، لأنه للكتاب متعة ونكهة خاصة تختلف عن ما تقروه. يعني هذا من الكتب حقيقة اللي كلش استوقفني، وعنوانه أنا أهم شيء عندي بالكتاب الهيدلاين، لأول مرة. يعني هذا كلش يفيدني، راح أخذ من عنده. الجميل بالمعرض بنات الشباب إنه التنوع بالكتب، يعني كتاب ما يشبه كتاب، زين. فهذا أحلى شيء بالموضوع، وعلى حسب اهتماماتكم طبعا، أنتم كل شخص بشنو مهتم، فراح تلقون كل شيء تحصلوه. صدقوني متعة القراءة أفضل من أنك تتصفح إلكترونيا وتقرأ كتاب. يعني أنا هواي كتب أقرأها إلكترونيا ما أحس يعني مثل الكتاب كلش حلو. يعني أنا شغلتين أحبها، الوالدة بس مغير اللام، والوائدة تصير جميل. هذا أيضا فعلا الكتاب لا تجربني هسه شوف الشيء راويني يلا.